بيجي لي في العياده عيان يقول لي كل ما ارفع ايدي لفوق كتفي بيوجعني. اسمه ايه ده؟ مرض اسمه بالعربي متلازمه الانحشار. ايه الاسم المعقد ده؟ احنا بنقول لعين ده التهاب في اوتار الاسوره المستديره. باختصار احنا عندنا عظمه اسمها النتوء الاخرمي وتحتيها راس عظمه الدراع، فكل ما بنرفع ايدنا لفوق في وتر في الحته دي بيتحشر بين العظمتين، فمع الوقت كلنا هنشتكي من التهاب في الوتر ده. يعني دي حاجه هتيجي لكل الناس عاده فوق سن ال50. طب تحت سن ال50 ممكن تيجي، ايوه ممكن تيجي مع الجيم الكتير، وممكن تيجي لناس صغيره قوي في السن نتيجه ان هم بيبقوا مولودين بالنتوء الاخرمي ده معقوف لتحت كده شويه. كل واحد من دول احنا بنشخصه الاول اكلينيكيا، ساعات بنعمل اشعات بس ساعات بنضطر نطلب رنين، وتشخيص الحالات دي بيبقى سهل جدا بالكشف، واغلبها في الاخر بتتعالج بعلاج طبيعي وشويه دهانات. حالات قليله قوي 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 اللي ممكن تحتاج مننا بعد كده منظار ان احنا نوسع المسافه اللي فوق الوتر ده، او نعالج الوتر بالذات لو حصل فيه قطع في الوتر. وهعمل لكم فيديو تاني على قطع الاوتار الاسوره المستديره. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام متخصص في جراحات الكتف.